هذا السي عزيز خنوش الامبراطور ديال مجال المحروقات في المغرب، المتحكم في السعر، لان السعر ما بقاش. راه داك التصاور والهضره الخاويه ديال ان الاسعار هذا كيزيد هذا كيدير هنا، راه ما كاينش متحكم فيه هو هذا السيد هذا، ماشي كرئيس حكومه. جوج دراهم اللي تزادت من 11 الليل 12 الليل غادي تنقص لك ما بين 3 سنين و4 سنين. كيقول لك هاد السيدات جوج دراهم اللي تزادت حنا كناخذوا من روتردام، والوزاره خرجت بلاغ مؤخرا كتاكد وكطمن المغاربه بان المحروقات السوق ديالها راه مرتاحين فيه. راه عندنا واحد 360 شحال من ديال الطون، وفسروا الخبراء ان هذاك الطوناج اللي قالوا لنا كاين ديال الاحتياطي ديال المخزون، فسروا بعض الخبراء انه يقدر يوفر لنا واحد 18 يوم. بغيتوا نحققوا القانون راه ما كاينش اللي يقدر يهضر مع اخنوش، راه من حقه يدير المازوت حتى ب 30 درهم لانه تحرر السوق، السوق محرر. خديتوا من عند الدوله مساله ديال التخزين وما خزنتوا والو، الحرب راه ما عندهاش 3 شهور، فين هو المخزون ديال 3 شهور؟ ياك خديتوا من عند الدوله الفلوس باش تخزن الناس عزيز اخنوش. انت سليماني انت غني عن التعريف، ما غاديش نحتاج ان نعرفوا بك من الحلقه. بغينا نعرفوا الوضع ديال المحروقات في العالم كامل. الوزاره طمناتنا هذه اسبوع او اسبوعين بخصوص ان الاحتياطي، ولكن كنشوفوا ان اللوبي اقوى من الوزاره واقوى من كل شيء في المجال ديال المحروقات، من اسبابهم حتى نشوفوا حتى الالغاء ديال طلب التفويض ديال لاسامير وغيرها من الاشياء. يمكن نقولوا هو انه اليوم العالم دخل هذه الحرب هذايا اللي العمق ديالها كما قلت في التصريحات السابقه هو الاستيلاء او الاستحواذ على مصادر ديال الطاقه. السليماني واش كتبان لك ان ديك 2 دراهم زياده دقه واحده عاديه طبيعيه؟ نتوما اهل الاختصاص، واش كيبان لك ان الحرب اللي ما عندهاش 3 شهور، المغاربه اليوم كيطرحوا تساؤلات في نوع الاحتياطي ديال المغرب ديال التخزين اللي كتعطي الدوله فيه مصاريف خياليه ديال 3 شهور؟ السي المودن باش نضعوا الامور في السياق ديالها، المغرب قرر في 2015 تحرير ديال الاسعار، السوق ولات حره، بمعنى انني عندي سلعتي نبيعها باش ما بغيت. حتى ملي كيجي رمضان كيقولوا لي لجان ديال المراقبه ديال الاسعار. دابا اليوم حنا عاد فقنا اللي وقع علينا حنا في 2015 هو انه البترول كان دائما ما بين 60 50 70 دولار، كان المازوت ما كيفوش ديك 10 دراهم 11 درهم كاع الى طفرها كاع 11 درهم ونص. نقولوا الدنيا هانيه ماشي مشكل. هذا السياسه اللي كنعيشوا فيه اليوم راه في العهد ديال الحكومه ديال عباس الفتي في 2008 راه البرميل وصل 135 دولار، والمغاربه ما كانوش كيشريو الغازول اكثر من 8 ديال الدراهم ونص. اما اليوم راه المنطق اللي حنا فيه هو انه الناس يزيدوا مع 12 الليل، يزيدوا البارح، يزيدوا غدا، يزيدوا بعد غدا، ما كاين حتى شي مقتضى قانوني اللي يمكن يلزمهم علاش كيديروا هذا الشيء ولا ما كيديروش، لانه هذه بوحدها خاص فيها مؤاخذه ديال مجلس المنافسه. لماذا تتفقون على تغيير الاسعار في نفس الوقت؟ من حقه يبيع باش ما بغى يبيع، راه ما كاينش شي حاجه اللي كتلزموا اللي ما تبيعش بهذا الثمن هذا. بعد التحرير ديال السوق ما بقى حتى شي واحد عنده الحق يقول لشي الاخر ما تبيعش بهذا الثمن، كله يبيع اللي بغا. هو المنافسه راه كيبرحكم النهار كيقول لهم انا كاع هذا الشيء ديال ماشي غير مازوت، انا غنزيد لكم حتى الغاز، نزيد لكم الضون، نزيد لكم الخبز، نزيد لكم السكر، كاع الحوايج الاخرين اللي اليوم ادمينستري ولا منظمين الاسعار خصهم يتحيدوا، خصنا ندخلوا المنطق ديال السوق. كانت لاسامير مثلا مشتغله والمصفات عندنا وابار ديال التكرير على التخزين، عارفين ان لاسامير عندها المخزون ديالها باقي لحد الان يستعمل. احنا اش كنقولوا لاسامير دابا؟ لاسامير كون كانت في هذا الوقت هذا اش غدير لاسامير كان غتدخل عبر مسارين. المسار الاول هو المسار ديال الاسعار. المسار ديال الاسعار اليوم خص يعرفوا المغاربه بانه لتر ديال الغازوال كنشريوه فيه 2 دراهم زايده ديال التكرير ديال البترول حتى 2 دراهم ونص. كان من المفروض انه يتكرر عندنا في لاسامير. الا تكرر عندنا كنا غنربحوها كعمله صعبه، ما كناش نصدروها على برا. الا كانت الشركه مملوكه القطاع الخاص، سيبوزون الشركه كانت مملوكه للدوله، وهذاك هو الطرح اللي كنطرحوا فيه هنا. هذيك 2 دراهم ونص كانت كتدخل الخزينه ديال الدوله، والدوله يمكن تعاود توزعها في اطار الدعم ديال الاسعار، وانه الدوله اصلا تخلى هي على الربح لان الدوله ما عندهاش الطابع الربحي. والمساله الثانيه هو انه لاسامير كفاعل داخل السوق المغربيه كانت غتورك على هذه المساله اللي كاينه ديال الهوامش ديال الارباح ديال الفاعلين اللي طلعت وغادي تهبطها. المستوى الثاني هو المستوى ديال المخزونات اللي ذكرته في الاول. لاسامير كانت خدامه، كانت عندها 1.5 مليون حتى 1.2 كاع الا ما كان عندنا والو يدخل فيها ديال المخزون، شي كيساوي 45 يوم. بمعنى في هذا الوقت هذا اللي كان فيه هذا الارتفاع ديال الاسعار، اللي نفرض هذه الاسعار دازت غير 2 سيمانات 3 سيمانات ورجعت لراسها، حنا عندنا هذا المخزون في لاسامير ديال 40 يوم، ما نخرجوش شي نشريو من برا، ما حداش شي غالي. دونك هذو 2 الاليات اللي كانت لاسامير كديروا ما بقاش. هو اللي سميتو انا سابقا بالعري الثاقب ديال المغرب، لا ننتج لا نكرر، وللاسف اليوم تبين بانه لا نخزن